عندك رسالة عايز توصلها للناس. التصميم مش بس شكل حلو، بل أداة للتواصل مع الجمهور. تميمة كأس العالم بتاعت قطر 2022 بشكل شخصية كرتونية هيتقبلها أي شخص في أي عمر بأي جنسية، وهو لابس الغطرة والعقال الزي التقليدي لمنطقة الخليج العربي. ألوان زاهية وجذابة عشان روح الاحتفال والبهجة، في حركة وحيوية وتفاعلي عشان يعكس روح الشباب والطاقة. لما التصميم بيتفاعل مع مشاعر الناس بيكون ليه تأثير أكبر. التصميمات اللي بتثير الإحساس بتكون أكتر نجاح. في ناس عرفت إنه ممكن تستخدم التصميم عشان توصل رسائل مجتمعية، حملات ضد التمييز زي حملة بلاك لايفز ماتر، حملات لتنشيط السياحة زي حملة اكتشف السعودية، أو حتى تصميم رموز زي شريط التوعية اللي كل لون فيه بيمثل قضية مختلفة. التصميم هو أكتر من أداة ترويجية، هي وسيلة بتأثر على طريقة تفكير الناس وتغيير مجتمعات. دايما ممكن تبعت رسالة من خلال تصميم. وفقا لتقرير صادر عن American Marketing Association، التصميم الاجتماعي ليه تأثير إيجابي في زيادة الوعي حول القضايا الاجتماعية بنسبة 40%. المصمم مش مجرد شخص بيعمل تصميمات جميلة، ده شخص مسؤول عن التأثير اللي بتسيبه تصميماته على الناس. المصمم بيقدر يستخدم التصميم لصالح المجتمع أو يساهم في نشر رسائل سلبية أو غلط. فالتصميم مش مجرد شغل، هو أداة للتأثير الاجتماعي. المصمم مش بس فنان، هو شخص بيقدر يغير المجتمع من خلال تصميماته. والتصميم مش مجرد أداة فنية، ده كمان سلاح ممكن يغير مجرى الأحداث. لكن مع كل قوة لازم يكون في مسؤولية. أخلاقيات التصميم يعني المصمم مسؤول عن التأثير اللي هتسيبه تصميماته في المجتمع. الاختيارات التصميمية اللي بيستخدمها سواء في الإعلانات أو في المحتوى البصري كلها بتأثر على الجمهور. أحيانا التصميم ممكن يستخدم بطريقة غلط زي التلاعب بالمعلومات أو تقديم رسالة مغلوطة. المصمم ليه دور كبير في التأثير على المجتمع من خلال اختياراته التصميمية. أحيانا التصميم ممكن يكون ليه تأثير أكبر من الكلام نفسه. المصمم لازم يكون واعي تماما للقيم اللي بيقدمها في شغله. لكن هل المصمم قادر يواكب المستقبل؟ هل الذكاء الاصطناعي هياخد مكان المصمم البشري؟ أدوات ذكاء اصطناعي زي دال إي وميدجيرني اللي بتصمم عن طريق أوامر بسيطة. أدوات تقدر تصمم صور وشعارات ورسومات عن طريق الذكاء الاصطناعي. كل اللي عليك هو إنك تديله تعليمات. الذكاء الاصطناعي بيحلل آلاف الصور والنماذج عشان يصمم شيء جديد تماما، مش مجرد تكرار. فدور المصمم دلوقتي بقى أكتر تركيزا على تنسيق وتوجيه العمل الفني بدل إنه يكون مسؤول عن الإبداع الكلي. وفقا لدراسة عن ميكنزي، الذكاء الاصطناعي هيغير بشكل كبير الصناعات الإبداعية في حلول 2030. التصميم مش بس صورة أو شعار، دلوقتي بقى تجربة كاملة بفضل التكنولوجيا الحديثة. المصمم قادر على دمج العناصر التفاعلية زي الحركة والانتقال بين الصفحات. لو رجعنا لتصميمات موقع الإنترنت هنلاقي إن التفاعل أصبح جزء أساسي، زي مواقع التجارة الإلكترونية اللي بتعتمد على حركة الأزرار والانتقالات بين الصفحات لجذب المستخدمين. الواقع المعزز والواقع الافتراضي بقوا جزء من التصميم. الشركات بدأت تستخدم التقنيات دي عشان تقدم تجارب تفاعلية للعملاء. في المستقبل هنشوف تجارب افتراضية حقيقية في مجال التعليم والتسويق حتى الترفيه. الواقع الافتراضي هيخلي المصممين قادرين على خلق تجارب تفاعلية مباشرة مع الجمهور، وفي نفس الوقت بيزود التجارب البصرية للمنتجات. التصميمات هتكون مخصصة لكل فرد وفقا لاحتياجاته وتفضيلاته. الموقع أو الابليكيشن اللي بتستخدمه هيحاول يميزك بناء على سلوك ويعرض لك تصاميم تتناسب مع اهتماماتك. مواقع زي نتفليكس وسبوتيفاي بدأت تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى المعروض للمستخدمين وفقا لتاريخ التفاعل. التصميم هيأثر على العاطفة. التصميم هيقوي الاتصال بين المنتج والمستخدم. هل تتخيل تصميم يتغير على حسب مزاجك أو حالتك النفسية؟ الشركات هيبدأوا يربطوا التصميم بتجارب نفسية، يعني من خلال تحليل تفاعل المستخدم مع المنتجات أو المواقع هيقدروا يغيروا تصميمات المنتجات بناء على ردود الأفعال العاطفية لكل شخص. تقرير من أدوبي بيقول 64% من العملاء بيفضلوا العلامات التجارية اللي بتقدم تجارب مخصصة وفقا لاحتياجاتهم الشخصية. التصميم هيكون شخصي، تفاعلي ومبتكر أكتر. التكنولوجيا هتكون مجرد أداة لتمكين المصممين من خلق تجارب جديدة، ولكن في النهاية الإبداع البشري هو العنصر اللي هيفضل مؤثر في كل التطورات دي. المصمم مش مجرد تقني، هو شخص بيخلق تجارب بتأثر على الناس. لو بصينا على المصممين اللي صنعوا فرق في عالم التصميم هنلاقي قصص مدهشة، زي ميلتون جلاسر اللي صمم شعار I love نيويورك في السبعينات. شعار بسيط لكن كان ليه تأثير ضخم على السياحة في نيويورك. أو زي ساول باس اللي صمم أفلام مشهورة زي The Man with the Golden Arm وكانت تصميماته جزء من هوية الفيلم. المصممين اللي شغفهم بإبداعهم بيخليهم يبتكروا بشكل غير تقليدي، لأن الشغف بيخلي المصمم يبذل أقصى جهده عشان يعمل شيء ملوش مثيل. بحسب دراسة عن AIGA 75% من المصممين المحترفين بيعتبروا أن الشغف هو العامل الأساسي للنجاح. التصميم مش بس فن، هو وسيلة للإبداع ونقل المشاعر والأفكار. لما المصمم يضيف جزء من نفسه في شغل بيخلق تجربة فنية
فنية حقيقية. مصمم زي بول راند اللي صمم شعارات لعلامات زي IBM و UPS، واللي كان هدفه مش بس تصميم شكل جمالي بل خلق هوية تتكلم مع الناس. الشغف مهم بس الاحترافية هي اللي هتخليك مستمر. المهارات والفن لازم يكونوا متوازنين. التصميم الحقيقي هو اللي بيبقى مليان شغف، بيوصل أفكار ومشاعر من خلال فن بصري، والمصمم الحقيقي هو اللي يقدر يعبر عن نفسه من خلال تصميمه. لكن هل التصميم يقدر يغير العالم؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. ولو عجبتكم الحلقة دي لا تنسي الاشتراك لو كنت على اليوتيوب، وإياك تنسى الفولو لو كنت على التيك توك. أما الانستجرام يا عيني عليه، يا سلام يا سلام. لا تنسي الاشتراك لو كنت على اليوتيوب، وياك تنسى الفولو لو كنت على التيك توك. أما الانستجرام يا عيني عليه، يا سلام يا سلام.